كتير بيسألوا هو ليه بعد عني لما حسيت انه بدأ يحبني. فانا جاي اقولك في المقطع ده اهم الاسباب، وفي مقطع بعد كده هقولك تعمل ايه. رقم واحد، في بعض الرجالة بتخاف انها تعبر عن مشاعرها عشان مش عايز يسمع رفضها ليه، فبيفضل ببساطة انه يبعد عن الانسانة اللي بيحبها، وده بدل من انه يواجه ويعرف هل في مشاعر متبادلة من الانسانة دي تجاهه ولا لا. يبقى رقم واحد، خوفه من فكرة انها ترفضه. رقم اتنين، دي حاجة تخصك، يعني ممكن تصرفاتك او تعاملاتك معاه تقول انك مش قابلاه كشخص، او مشاعرك مش واضحة تجاهه، فالحاجتين دول بيخلوه يحس بالحيرة ويفكر انه يتراجع. رقم تلاتة، بعض الرجالة فاكرين بانهم بالتجاهل بتاعهم ده هيجذبوا الانسانة دي ليهم، وهيجذبوا انتباهها اكتر ليهم، وانها تبتدي تفكر فيه اكتر. بس عايز اقولك بقى ان الطريقة دي بتبقى سلاح ذو حدين. رقم اربعة، ممكن يكون مشغول فعلا بشغله بحياته، عنده مشاكل عائلية، فالحاجات دي كفيلة تخليه أو تجبره إن يبعد غصب عنه. رقم خمسة، لو العلاقة ما بينكم في بدايتها كانت زمالة أو صداقة أيا كان، فبيخاف يصرح لك عن حقيقة مشاعره لا يخسرك، وبيفضل يكتم مشاعره جواه. رقم ستة، الراجل ممكن يمر بتجارب فاشلة كتير جدا في حياته، فبيخاف يعبر لك عن مشاعره لا تتكرر نفس التجربة، فبيبعد عنك تلقائي علشان يحمي نفسه من ألم الفراق حسب اعتقاده يعني. رقم سبعة، في بعض الرجالة خجولين وما بيعرفوش يعبروا عن مشاعرهم، أو مش واثقين في نفسهم كفاية، فالحاجتين دول بتمنعهم بإنهم يعبروا عن مشاعرهم، فبيتجاهلوا الإنسانة اللي بيحبوها. سبع حاجات خدي بالك منهم، أديني قلتلك سبع أسباب عن التجاهل.